يسعد لي اوقاتكم حبايبي، كيفكم؟ شو الاخبار؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله يا رب تكونوا كلياتكم بخير وعلى خير. رجعت لكم بفيديو جديد، بتمنى هيك كلياتكم تشوفوه للاخير ويعجبكم، واذا عجبكم اعملوا المطلوب. هلا بالبدايه بنات مع انه الساعه صار قريب بس لازم خلص فكيت المخدات وحطيتهم على جنب. هلا لازم هدول ينغسلوا، هدول الاغطيه يعني كلياتهم، وبعدين هوس بعدين لازم فك البرادي نزلهم. وعن جد يا بنات اجت غبرة منيحة، انا كنت نايمة وبعرف انه هون ما في غبرة، يعني ولا مرة شقت صار لي ولا مرة اجت غبرة، تخيلوا. فشو قلت مستحيل تيجي غبرة، فانا كنت نايمة والاولاد قاعدين فكانوا فاتحين الابواب، فعن جد ليك ما فعلت اعمل شيء، قلت خلص رح اعمل على الكاميرا. يعني شايفين طلعوا يعني بصراحة واضح هون اكتر شيء. ليه؟ لانه قبال الباب، شايفين؟ فلازم هذا كله ينغسل وتنعمل مسحة للحيطان. وخص أول ما اجينا كان كتير بقى الأولاد مرات يضربوا البقع على الحيط، وعن جد يضل المكان أتر. امسح امسح استعفيه لأنه هذا الشي بشكل يومي ومستمر. فراح أعمل هاي الغرفة مثل ما قلت لكم، بعدين رح أطلع على الغرفة الثانية. هلا هي صغيرة ماني شايلة همها، يعني هدول وجبة بيطلعوا بالغسالة، والبرادي كلهم بحطهم مع بعض وجبة، والسجادة وجبة، وبعمل الحيطان على 100 مهلي. هي الغرفة هلا لميت شوي منها، طبعا شلت المخدات حطيتهم فوق عشان ما يتبهدلوا بالمي. كمان حنزل البرادي هون، وراح يكون كل شي يعني مسح، حيطان، شبابيك، بيبان، طاولات، مروحة، اي شي حيجي بخلق دي، ما حخلي شي لانه بصراحة كله ما عاد يعني 100 على 100. وهلا راح اشيل هي الطاولة اخذها على المضافة كمان، واشيل كل المطارح اللي بالمضافة، يعني هن طراريح، واحطهم عليها. وكمان لازم يعني ألم، خلص بكفي يعني. وبس لنشوف شو حنقدر نضب هيك. هنيك انا هديك الخزانة حاطة فيها اللي بالحيط، يعني حاطة فيها الأغطية الحرامات اللي بنتغطى فيهن، والبسط يلي بيكونوا الرقاق يلي مالهم شغلة حاليا، لأنه هون البيت مو كتير كبير فما بيحتاج كتير فرش، عرفتوا؟ هاي كل القصة. عثمان بلش يفتح ويطالع، المشكلة بإيده شغلة ما بتتفرج. هون كمان الحمامات حاعملهم تعزيلة. هلا حسب طاقتي، عرفتوا يا بنات؟ اذا عندي طاقة يعني تكفي كل البيت حاعمله كله بوقت واحد، اما اذا ما عندي طاقة تكفي كل البيت حاعمل المطبخ لحاله، فهمتوا علي؟ هلا انا حطيت هنيك بشكير بالباب لانه في طاقة محلولة وعم بيبين كل شيء، بعرف حطيتها هلا مؤقتا يعني، عرفتوا؟ فحطيتها مؤقتا يعني هون. يمكن انا مبينه بالمرايه هيك ما بحب اصور يعني جوا، بس هيك فعليا هيك لازم بدل الضوء هون. انا عندي اكتئاب من اللون الاحمر، بس يعني ما عم نقعد هون فلهيك عادي. انا استنوا خلوني شغل ضوء اي ساعه الا لهند شيلي لي كل الاغراض وهيك. شوفوا اجت هي وحسين وصاروا يرقدوا 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 حتى خربوا كل اشي وطلعوا، ولكن ما علينا ما حأظبطه. يعني انا من امبارح عم كلس بالبيت، ما عم اعمل شي مثل صياني عشان لانه خلص يعني عندي تعزيل. هلا هم كمان هون حنزل هدول امسحهم، شو اسمه الحيطان حامسحهم، وانزل البرادي اغسلهم، وامسح المكيف اللي بيقولوا عنه كلينه. وهون كمان لازم ينفكوا كل هدول وينغسلوا، وهون لازم يمت سداجة، خلص لازم نمت شتوي يعني. هلا جبت هاي لازم احطها مشان انزل البرداية. هلا بقى بدنا نطبخ ان شاء الله تكون آمنة. اه لا ما بوقع ماما، لا تخاف. والله كان بدي انزل درجة، حسيت حالي كتير صرت عالية. هلا هوني تمام. وهي كمان
نرجع نطلع مرة تانية. يا رب. يعني هي ايوه بسم الله. رح نزل البقايا. ده هلا شفتوا بقى، نزلت البرادي غسلتهم وغسلت الوجوه تبعت الطراريح يعني الأغطية والأفرشة وهيك، وحتى السداجة حطيتها. فهلا ما بخلص عاملة الحيطان وهيك إلا هنن بيكونوا جاهزين وناشفين، ففورا بلبس وبعمل، لأنه شفتوا إذا الشي مو على الزهوت ما بيبين أبدا أبدا. هلا هيك عملت الحيطان وبلشت فضهم. كنت بدي امسح بس ما عملت غير المضافي مسح بصراحة، وهدول غرفتين الصغار لا عملتهم بالمي، لانه اصلا حسيت صغار ما بياخدوا وقت وحيكون هيك اسرع، وبنفس الوقت يعني دهانهم بيتحمل مية، عرفتوا بتحسوا هيك زياتي، يعني مو من هداك الدهان اللي بيقبع. اما الدهان المضافي حسيته مو نفسه ما بيتحمل هداك، فلهيك ديك الغرفة عملتها بالرقعة وهيك بالممسحة يعني، وهدول عملتهم بالمي بصراحة. وطبعا لابد من هي المي والغسل بالمي كلياتنا، مو بس انا حتى الجيران وهيك، لانه اجت موجة غبرة كتير قوية بصراحة، فكنا مضطرين نعمل بهي الطريقة كلياتنا. الا انا لو ضل الوضع على الوضع الاولي، بس بصراحة بس بممسحها لانه كل شي نضيفه على ايدي، عرفتوا؟ فما في داعي للمي بصراحة، واخف مصروف وبحس اخف عجق. صايرة ما كتير بحب اشتغل بالمي بصراحة الا للضرورة القصوى، لما بعرف شي مغبر زيادة وخص مثل البلاكين والشبابيك وما بقى ينضفوا معي الا يعني كت مي منيح، او انه مثلا يعني حيطة توسخ او انكب شي او شي يعني هيك، عرفتوا؟ قلتلو شو بدي انكب على الحيط؟ عادي بنات كل مين حسب عيلته. انا مرات مثلا بكون قاعدة عم بشرب شي شغلة، بيجي ابني عم يرقص في الشغلة اللي بايدي، الله وكيلكم بطير على الحيط. ايام ما يكون لي بنفس اليوم اللي معزلة فيه والله العظيم وراجعة مطالعة وعاملة. فخص القهوة اللي بنجيبها من برا شفتوا بتكون كرتون هيك، فكارثة كارثة والله. فحسب اشي ما بيتوسخ عندكم، عرفتوا؟ حسب الأطفال اللي بيكونوا بالبيت وحسب الأعمار، كله يعني له سبب، يعني كله بالأسباب بيتاخد، الله وكيلكم. فما شاء الله، فالله يخليهم هيك يا رب، ويخلي اللي عندكم كل ولد حسب ما بيتحرك بالبيت وبيوسخ، فمشان هيك بيكون التنظيف. مثل ما قلتلكم مرات والله بيكون اسعى هلا مادين الاشي، والله العظيم بنفس اللحظة انتوا بتضطروا انكم تنظفوا وترجعوا وتعملوا اعادة بسبب الاطفال، ما شاء الله. فالله يحفظهم يا رب ويخليهم. هاي حلاوتهم بالبيت رغم الشقة والتعب، سبحان الله. وهلا يا بنات كملت كل شي، ويعني ضل علي التلميع، والارض حبيت احط لها روح الملح، لانه هدوليك الحراف لازم يكون لونهم ابيض، ما لازم يكون لونه اسود، عرفتوا؟ فقلت خليني اعملهم.
شو أجواء شمس وغيوم شجر. شفتوا على الأجواء ما شاء الله، عن جد اليوم كان الجو بجنن. فالحمد لله خلصت كل شي على بكير. أساسا أنا قاعدة بكير، فبحب وقت اللي بعزل يعني يكون قاعدة بكير لحس النهار طويل ولحق كل شي، وبنفس الوقت يعني لاقي وقت لحالي بعد الوقت اللي بقضيه بالبيت. بحس هيك بمتعة وراحة نفسية أكتر بصراحة. هلا هي الغرفة التانية بعد ما خلصتها بالكامل يعني وكملتها، فاخدت لها هيك كم لقطة. فضل علي بس كمان الأرضية، فحنضفها كتير منيح وجفف الأرض وبعدين صور وهيك. هي إذا ضل مساحة بالتليفون يا بنات لازم نزلكم هذا الفيديو بأسرع وقت لأقدر صور غيره، لأنه كتير أخد وقت ليغركون. أغلب اللقطات مسرعة عن جد حرفيا يعني أغلب اللقطات مسرعة. ففيديوهات التعزية كتير بتاخد وقت، فلهيك اضطريت انه اسرع بعض اللقطات لحتى ما يكون الفيديو طويل. وان شاء الله الجولة النهائية بعملكم اياها فيديو تاني، بس بتوقع صار البيت كله واضح. عزلت المطبخ قدامكم وسويت جولة فيه، وهلا المضافة والغرفة، فبتوقع خلاص بان كل شي يعني حتى لو ما صورت. وهلا حبينا نجي نعمل استراحة واكل كم لقمة، لانه عن جد فرطت جوع لازم اكل شوي. فما حبيت اطبخ هاي واترك التعزيل لحتى أنا يخلص على الاخر. فلحقت ما لحقت رح بصي على جاهز اكيد. فبس هيك حبيت اكل شي يصد لي نفسي وبس والله. وما حبيت اعمل قهوة مع انه كتير مشتيتة، لانه انا بحاجة طاقة. جبت مشروب طاقة بصراحة كتير بتنشط عليه، فقلت خليني اشرب شوية طاقة، لانه بصراحة الساعة كتير ترتيب. يعني شايفين كل شي اشتغلته الساعة لازم كتير ترتيب، عدا انه ما عم شارككم التفاصيل بتعرفوها. وهلا عثمان الا بدي يعزم حاله، قلت له بس استنى شوي، وهو ما بقى يستنى ابدا لانه كمان هو كان يشتغل ويركض معي، فهو كمان هضم. مو هيك عصومي؟ شو هلا عصومي مضى الوقت على الفيديو، فهلا عم يتفرج ويشتهي. بدك نام؟ جوعان؟ عثمان قلي اذا جوعان ساوي لك نم ماما. شو حبيبي زعلان عصومي من هيك مو قدران يحكي. بصراحة اكل صواب قبل ما نام وضل شوي ينزف منه ووقع على وجهه، فانشقت هيك دقنه بصراحة جرح منيح. فهو نام ولك لحد الآن اللزقة، فقعد مصدوم انه شو هذا اللي عليه. تركها ما تشيلها، تركها هي بتلزق خلص. فقلت احسن ما كل شوي يصيب حاله فيها، ولما بياكل او بغسل فعم ترجع تنزف الى اكتر من 3 4 ساعات يعني طول السهرة وهي. فلهيك حطيت له لزقة والله عليها يا بنات، فغصب عني يعني هيك احسن حل يعني.
هلا خلصت ان شاء الله، ما ضل عندي شي غير انه امسح اللوحات، امسح البلور بشكل عام، ركب البرادي، لبست الاشياء اللي ضلت، عرفتوا، امد الارض هيك يعني، بس هيك انه ترتيبات. ومع ذلك والله يعني بياخدوا وقت ويعني ماشي الحال بتعرفوا انتو. فهلا راح اركبهم كلياتهم وصور لكم يعني، او رح صور لكم اشياء واشياء، لانه مشان الفيديو من جهه ما يطلع طويل ومن جهه المساحه، لانه كتير فيديوهات يا بنات هلا اثناء المونتاج لغيتها نهائي يعني. تخيلوا كنت مشاركتكم تقريبا كل شي 100%، ولغيت كتير شغلات لانه خلاص اكتفى يعني المساحة اكتفت بصراحة، ما عاد فيه، وقلت يلا هيك احسن بيكون خفيف لطيف عليكم يعني. هيك ما شاء الله وطلع اكتر من 3 ساعة، فخلاص بكفي. واكتبوا لي اذا عجبكم الفيديو ولا لا، واذا عجبتكم هيك نوعية من الفيديوهات. بيهمني رأيكم اكيد، فشاركوني هذا الشيء. وبعتذر يا بنات على التأخير، والله العظيم يعني دخلت بحالة اكتئاب بعد ما راح اخي ومتعمي واختي، فكانوا كلهم ما شاء الله جنبي، فجأة ضليت لحالي، اكتشفت انه انا موالفة عليهم كلياتهم، وكان كل ما يروح حدا يكون في حدا وراه من غير شر. لما راحوا كلياتهم وجوزي اغلب وقته بالشغل، فصرت حس بخنقة، واجيت على وهران وما ضل عندي حدا بصراحة يعني. كتير لحدا عم بروح لعنده ولا حدا عم يجي، ما في غير رفيقتي، ورفيقتي يعني عم تدرس بالجامعة ما عندها وقت، فاغلب وقتها حرام يعني دوبت تقرأ وتقرأ اولادها، لانه هي يعني بعد فترة انه مكملة دراسة وهيك، عرفتوا. فما بعرف حدا هون بوهران ابدا ما عندي غير جيراني، وجيراني اغلبهم كبار بالعمر وهيك، شو بدي احكي معهم ولا شو يعني. فما بعرف بصراحة، ما بخبي عليكم انه كتير داق خلقي بغض النظر عن جمال المنطقة والفوتة والطلعة وهيك، الا انه سبحان الله يعني متعودة على الناس. يعني هو اللي اكتر شي شجعني اجي لهون بصراحة، انه اخي كان معي، ولما راح فجأة وهيك وما كان اشي مزبط له ومحسوب حسابه، فكتير انا هيك اجتني مثل الصدمة. ما تقبلت الجو لحالي بصراحة، ما تقبلت. فمتعودة انه واحد بيروح واحد بيرجع، هذا بيجي هذا بيروح، هون بنطبخ هون باكل هون بطلع هون بفوت، فدائما وقتي معبى. فاكتشفت وقتي فجأة صار فارغ يعني، تخيلوا. فقلت يا بنت جمعي طاقتك، واحسن شي ترجعي لليوتيوب قد ما كان بيعبي وقتك، وخلاص يعني لازم اتعود يعني. فما بعرف والله يا بنات، اعذروني على التأخير، فحبيت لكم السبب. فما بعرف بصراحة اذا راح ابقى هون ولا لا، لانه مثل ما بيقول المثل الجنة بلا ناس ما بتنداس، وحاسة كتير متوترة وما بتوقع انه حابقى كتير هون يعني. لنشوف الله شو كاتب لي، وبصراحة بخبركم بالتطورات لو صار معي اي شي بإذن الله تعالى. فحاليا ما فيني خبركم شي، لانه الساعة مو مقررة شي، وهلا الاولاد عندهم اختبار، فخليني اشوف واتكل. تعودت ما تعودت اكيد حانقل، فان شاء الله خير يا رب. هلا بحب ابخ من هذا المعطر على البرادي، مع انه هلا طالعتين وريحتين بتجنن، بس معلش. طبعا هون لمانة كل شي شايفين، وهون كمان. خلص هاي بكفي. وهاد بالخزامي عن جد يا بنات بجنن، ريحته كتير حلوة. حاول بخ منه هيك. كل شي صار يلمع. واو. وهلا النتيجة النهائية. طبعا هذا كله هيك مغسول، وهلا استعته مثل ما بيقولوا ما حد قعد عليه. مسحت اللوحات هدول الآيات، المهم اللي هو شو سموهم ما بعرف، والمكيف، وعلقت البرادي منيح. عذبوني شوي بصراحة ما صورت. وهدول كمان لبستهم كلياتهم، وهلا فرشتهم. هاي الساعة شوي مطعوجة السجادة، لأنه الساعة أول ما ادق له كانت مضبوبة. فأعطوني رأيكم بالنتيجة النهائية، وقولوا لي إذا وصلت ريحة النظافة لعندكم ولا لا. بصراحة كل شيء حرفيا صار يلمع، حتى لو ظلمته الكاميرا، بس صار يعني ريحة نظافة مع هيك، مع رتابة، مع كل شيء يعني. شو بدكم أحلى من هيك؟
بصراحة ما في أحلى من النظافة بالبيت. أكتر شي بيعطيكم طاقة بالبيت لما بيكون البيت كل شي نظيف وكل شي مغسول وكل شي ريحته هيك حلوة، وخصوصا وقت بتضغطوا وقت بتقعدوا وقت هيك، لما بيكون كل شي عم يشع نظافة صراحة بتشتهوا ما تطلعوا من البيت. وبس هيك والله يا بنا، اعطوني رأيكم بالنتيجة. هلا هونيك انا طعشتها وحطيتها زاوية مشان يعني يعبي الواجهة، بتعرفوا انتو. وهيك هونيك في خزانة ماني حاطة فيها شي، ابو هيك شاحن، علبة تليفون، مصحف، هيك اشياء بس ما في شي احطه بقلبها. لا لا